والله ما اقدرش اعمل فيهم هزيمه الزمالك اكتر من كده، الضرب في الميت حرام. بص يا حبيبي، بص يا باشا، اخبارك ايه؟ الحمد لله على كل حال. حالة امبارح كانت وحشه يا عبد. والله ما اقدرش اعمل فيهم هزيمه الزمالك اكتر من كده، الضرب في الميت حرام. بص يا حبيبي، بص يا عبد الناصر، على شعرايه في الموضوع ده، يعني مع كل الامراض. كابتن محمد اسماعيل ضغط عليا جدا، والحاج مجدي ضغط عليا جدا، ومحمود العسال ضغط عليا جدا، ودلوقتي 14 قضيه لسه امبارح جاي من النيابه، قاعد يمشورني كل يوم على النيابه غصب عني يعني. لا يا حبيبي، اللي انا اقصده يا عبد امبارح خلى غندور لقيته عالي، فدي ضايقتني جدا. ما هو هي ايه المشكله؟ ما هو انا لا احنا عايزين، احنا كل يوم احنا قاعدين يا كابتن احمد 14 قضيه يا كابتن احمد. 14 قضيه، وتصحى الصبح تروح النيابه وتقعد تتركب وكيل. طب ليه يا حبيبي ما بتعملش توكيل عام وخلاص وتريح دماغك؟ لا كلها يا بيت. انا انت عمل لي قضيه فيسبوك مكتوب فيها اقوال والعرض على رئيس النيابه. للراجل تاني البيت قلت له يا فندم طبعا المحامي يا سياده الامين. قال لي يا استاذ عبد الناصر انا جايب لك التاشيره معايا. اقوال والعرض على النيابه لازم. طب ما تبعت لنا المحاضره دي وانا هكلم مكتب وزير العدل. انت مالك انت؟ انا خلاص حاجات زي دي ابعتها لي. والله كمان شويه الراجل قال لي هروح انا. والله ما اقدرش ابو قال لي تبعت لنا المحاضره دي وانا هكلم مكتب وزير العدل. انت مالك انت؟ انا خلاص حاجات، بس قول لي عشان انت رايح، قول لي عشان انا بتكلم انا المحامي العام. والله ما اقدرش ابو قال لي تبعت لنا المحاضره دي وانا هكلم مكتب وزير العدل. انت مالك انت؟ انا خلاص بس قول لي عشان انت رايح، قول لي عشان انا بتكلم انا المحامي العام. والله ما اقدرش ابو قال لي. تبعت لنا المحاضره دي وانا هكلم مكتب وزير العدل. انت مالك انت؟ انا خلاص بس قول لي عشان انت رايح، قول لي عشان انا بتكلم انا المحامي العام. بعتهم لمحمد اسماعيل كلهم. بعت كل الحلقات لمحمد اسماعيل النهارده. حلقات الناس اللي امبارح يعني اللي في كله امبارح كله واخد خط وانت خدت خط عكسي. قلت له يا بيه لا مش خط عكسي. مش خط عكسي يعني هديت. ده انا كمان عبد الحميد مش عايز يتكلم ولا احمد هلال. عامل له هي في الكونسل اتكلم معاه بيتكلم بكذا عنك لا ما بيتكلم عشان نخسر الناس. زي حلمي وضيع. لو انتوا عايزين، لو كنت جبت كده وكنت طلعت وحدك او عملت اي حاجه. يعني كمان عبد الحميد الثاني كمان طلع حول قوي يعني. لا خول. بعد ما المصدر هتروح تمشي الناس وبعد ما جت القناه يعني حاجه مش. انا بحس ان انت بدات تقلب الحلقات فني يعني. ده حلمي فني وده فني ودول فني. يا كابتن احمد كويس ان انت سالت السؤال ده عشان تعرف الاسباب. مش هو رافع خلق القناه. هو رافع قضيه خلق القناه، احنا متعمدين نعمل ده. هو رافع قضيه القناه علشان خاطر تعبت القناه على تسخير برنامج لمحاربتي ومحاربه نادي الزمالك. لا انت النهارده انا اصلا كنت نايم وصحيت قعدت ادخل على اليوتيوب. انا ما كنتش ما شفتش حلقه، نمت كده وصحيت شايفك عمال بقى ايه الحمد لله بتقول رقم محضر. ما حدش يقدر يكلمك، ده محضر اتعامل. لا انا فاهم. لا يا عمي بص عمليه عمل انذار بغلق القناه مش قضيه عليا. انا عارف. زي ما عمل احمد شوبير. طبعا محمد اسماعيل عيل هايب فترعب. عشان كده اضطريت ان انا اعمل كام حلقه على التقرير بتاع مدينه الانتاج والهيئه الاستثمار يروح ان البرنامج برنامج شامل وما بيتحدثش عن الصراحه. كويس ان انت سالتني السؤال ده بس عشان انا فهمت، بس قلت اقول عشان افهم الناس. ليه الناس انت عارف الزملكاويه كلهم معايا. انا النهارده نفخته في الانترو. ما انت الاولاني. وخد بالك انت بس ما تزعلش مني. عماد وحيد النهارده اتحرق. ماله؟ اتحرق يعني. ما اتحرقش، انا خدت منه الانفرادات. ايوه ما انا عارف انت كصف بتعمل حاجه، لكن هو كان اتحرق بعبيط يعني. طبعا ده عماد وحيد هو طبعا كان محافظ على نفسه بتاع الاهلي عبيط رخ مبادئ الاهلي. حلقه عماد وحيد دي بتحاسب نجاح للبرنامج وفشل لعماد وحيد. عماد وحيد برافو عليك. يعني اعلاميا اسمك انت ايه؟ وانت النهارده ما بتقول الناس اللي هي بتقول على الموظفين، قصدك انا ولا رحاب بقى؟ رحاب. ما انا عملت عليه حمله بنت وسخه النهارده.
لا 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 على انا عشان ادخل رئاسه نادي الزمالك لازم تبان قدام الناس اللي انت راجل يعني ايه بتخاف. طب ما انت قايل امبارح وانا امبارح ما اتكلمتش على رحاب اللي بيتهم اللجنه ان هي اللي ما اتنزلتش بتخرب بيوت الناس. يلا يا ابني الوصف ده انا النهارده بعت له تهديد لما قلت له انك لو ما تلمش هطلع له الورقه ابو 25 مليون جنيه اللي عمل بيه البنك الاهلي والبنك مصر. بس اي قله ادب اي قله ادب. زي كتبها ما انا اللي خليت انا اللي خليت حسام زايد كتبها ووزعتها على الناس، ما انا اللي بعتها. ما انا اقول لك ما انا بقول لك يعني تهزأ من كل طوب الارض. احسن ابو امه بس ده الفيديو بتاعه راح ابن الاحبه للاموال العامه. بس انا كنت عايزك النهارده تقول ان حته ان لسه شويه خلي الناس اللي تبقى سخنه. ده اتفاق بين ما بين اسماعيل الفرق. بس بليغ عبيط ابن الذين النهارده يكتبها مالهاش لازمه بليغ. بليغ ابو علي غلط ومش غلط على الحراداوي الزفت اللي عمله بليغ. حاجه زفت الصراحه. بيبص على البحث عن الشهوه في الانفراد هتدمر كل اللي بنعمله. لان مرتضى منصور بيسمع حاجه زي كده بيتكهرب بيجري بس مش عارف النهارده اختفى. يترجى ده ويترجى ده. لا النهارده مكتب وزير علي كان معايا على التليفون النهارده بس الياسر ومعايا على التليفون الناحيه الثانيه. بيتعملوا حاجه كويسه ما تقلقش. الو يا حبيبي. بص هو ده بحد من اللجنه وتعريات المباحث وتعريات المباحث هتقول لك لم يتوصل الموضوع لم يتوصل مش عارف ايه مستحق الواقع يعني. طب ما كده هيخرجوا بكره. لا لم تتوصل المعلومات لصحه. الو يا حبيبي. بص هو ده بحد من اللجنه وتعريات المباحث واتحادات المباحث هتقول لك لما يتوصل الموضوع لما يتوصل مش عارف ايه لصحه الواقع يعني. طب ما كده هيخرجوا بكره. لا لم تتوصل المعلومات لصحه او تنفيذ الواقع. هيعرف منين بقى ان الناس ده قفل الخزنه ودخل؟ هياخدوا هم باقوال بقى اللجنه اساسا هي اللي بتمثل الناحيه القضائيه يعني. ليه متحرات ايه؟ ما يقعد يسأل ويتطقص ويعرف. هيبقى مين بقى دلوقتي؟ لا هو هيتكلم على بكره. هم بكره طالب التحريات بكره. ما هو طالب التحريات بكره عشان اذا كان هيطلعوا معاه هيخليه. هم يقول لك عملوا الانظر وعملوا مطلب. ايه؟ انت مين اللي بيقول لك في المباحث ولا اللي راحوا يا باشا في حد في المباحث يا باشا بدون داعي يعني بدون ذكر اسماء يعني. ماشي. قال لك هنكتب ان لا دي ولا دي. ما قدرناش نوصل للواقع نفسها. مش انت بتطلب حاجه واقع معينه. طب ما دي تحصل المحضر. لا يا باشا لا تسيب القرار وشأنه بالنيابه. النيابه هتاخد بقرار اللجنه بقى. اللجنه تكتب ليه؟ بس شهود من اللجنه نفسها. طب ما هو اللجنه كده اللي كاتبه ايه اللي يخليه يرجع تاني للتحريات؟ عشان يعني يبقى الموضوع مصوغر يعني. لا يا عم بص يا باشا استنى عليا بس ايه لبكره الساعه 10 الصبح اقول لك الاخبار ايه. بص احنا ممكن بكره نبعت لك بعض المواقع اللي كتبت خلق الخزن دي. خلاص ابعت لي المواقع وانا ابعتها دلوقتي على الواتس. ماشي. بصوا يا جماعه القهوجي قال على التحريات قبل ما تنكشف. اخبارك ايه؟ الحمد لله على كل حال. حالة امبارح كانت وحشه قوي. والله ما اقدرش اعمل فيهم هزيمه الزمالك اكتر من كده. الضرب في البيت حرام. بص يا حبيبي بص يا عبد الناصر على شعرايه في الموضوع ده يعني مع كل الاطراف. يمكن محمد اسماعيل ضغط عليا جدا والحاج مجدي ضغط عليا جدا ومحمود العسال ضغط عليا جدا ودلوقتي 14 قضيه لسه امبارح جاي من النيابه قاعد يمشورني كل يوم على النيابه غصب عني يعني. لا يا حبيبي ده انا اقصد يا عبد امبارح خلى غندور لقيته عيني فدي ضايقتني جدا. ما هو هي العيال مش كده. ما هو انا لا احنا عايزين احنا كل يوم احنا قاعدين. يا كابتن احمد 14 قضيه يا كابتن احمد. 14 قضيه وتصحى الصبح تروح النيابه وتقعد تتركب وكيل. طب ليه يا حبيبي ما بتعملش توكيل عام وخلاص وتريح دماغك؟ لا كلها يا بيت انا انت عمل لي قضيه فيك مكتوب فيها اقوال والعصر على رئيس النيابه. الراجل جالي البيت قلت له يا فندم طب ابعت المحامي يا سياده الامين. قال لي يا استاذ عبد الناصر انا جايب لك التاشيره معايا.
اقوال والعرض على النيابه لازم طب ما تبعت لنا المحاضره دي وانا هكلم مكتب وزير العدل. انت مالك انت؟ انا خلاص حاجات زي دي ابعتها لي. والله كمان شعيب الراجل قال لي اروح انا بعت حد من مكتبه قال لي للاسف القضيه دي لازم تروح فيها انت. قضيه واحده مش مشكله بس قول لي عشان ما انت رايح. قول لي عشان انا بتكلم انا المحامي العام يعني. خلي بالك لما باجي انت حلقه وغيري يعني انا ببقى سعيد. يا عبد امبارح كان يوم من اقوى الايام في نادي الزمالك امبارح. بقول لك بس ليه اقول لك ليه انت كده انت بتوحد الجبهات اللي بتقتله وتعدي. مفيش عبد الناصر بس وعبد الناصر النهارده هادي، ما النهارده بعتهم لمحمد اسماعيل كلهم. بعت كل الحلقات لمحمد اسماعيل النهارده. حلقات الناس اللي امبارح يعني اللي كله امبارح كله واخد خط وانت خدت خط عكسي. قلت له يا بيه ده مش خط عكسي. مش خط عكسي يعني هديت. ده انا كمان عشان الغريب مش عايز يتكلم وهي احمد بلال. عامل له زي حلمي وضيق. لو انتوا عايزين لو كنت جبت كده وكنت طلعت وحدك او عملت اي حاجه. يعني كمان عبد الحميد الثاني كمان طلع خول لا خول. بس مجبر هتروح تمشي الناس وبعد ما جت القناه انا بحس ان انت بدات تقلب الحلقات فني يعني. ده حلمي فني وده فني ودول احمد كويس انت سالت السؤال ده عشان تعرف الاساس. مش هو رفع قلب القناه. هو رفع هي احنا متعمدين بقى بالتالي. هو رافع ضغيط القناه علشان خاطر تعبت القناه على تسخير برنامج لمحاربتي ومحاربه نادي الزمالك. لا انت النهارده انا اصلا كنت نايم وصحيت قعدت ادفع على اليوتيوب. انا ما شفتش حاجه نمت كده وصحيت شايفك عمال بقى ايه الحمد لله بتقول رقم محضر. ما حدش يقدر يكلمك ده محضر اتعمل. لا ما انا لا يا عم بص عمليه عمل انذار بغلق القناه مش قضيه عليا. انا عارف زي ما عمل احمد شوبير. طبعا محمد اسماعيل عيل هايل فتره. عشان كده اضطريت ان انا اعمل كام حلقه. التقرير بتاع مدينه الانتاج والهيئه الاستثمار يروح ان البرنامج برنامج شامل وما بيتحدثش عن الصراحه الحسن. فهمتني كويس ان انت سالتني السؤال ده بس انا فهمت اقول عشان افهم الناس ليه الناس انت عارف الزملكاويه كلهم معايا. ما انا النهارده نفخته في الانترو. ما انت الاولاني وخد بالك انت بس ما تزعلش مني. عماد وحيد النهارده اتحرق. ماله؟ اتحرق يعني ما اتحرقش انا خدت منه الانفرادات. ايوه ما انا عارف انت كصف بتعمل حاجه لكن هو كان اتحرق ده عبيط يعني. طبعا ده عماد وحيد هو طبعا كان محافظ على نفسه. لا لا عبيط رخ مبادئ الاهلي. حلقه عماد وحيد دي تتحسب نجاح للبرنامج وفشل لعماد وحيد. عماد وحيد برافو عليك. يعني اعلاميا اسمك انت ايه؟ وانت النهارده ما بتقول الناس اللي هي بتطلع على الموظفين انت قصدك انا ولا رحاب بقى؟ رحاب. ما انا عملت عليه حمله بنت وسخه النهارده. لا على انا عشان انا داخل رئاسه نادي الزمالك لازم تبان قدام الناس اللي انت راجل يعني ايه. طب ما انت قايل امبارح وانا امبارح ما اتكلمتش على رحاب اللي بيتهم اللجنه انها هي اللي ما اتنزلتش بتخرب فلوس الناس. يلا يا ابني بص ده انا النهارده بعت له تهديد لما قلت له انك لو ما تلمش هطلع له الورق ابو 25 مليون جنيه اللي عمل بيه البنك الاهلي والبنك مصر. اي قله ادب ما انا اللي خليت حسام ده كتابها ووزعتها على الناس وانا اللي بعتها. انا بقول لك يعني تهزأ من كل طوب الارض. احسن ابو امه بس ده الفيديو بتاعه راح ابن الاحبل للاموال العامه. بس انا مش عايزك النهارده تقول لي حته ان لسه شويه خلي الناس اللي تبقى سخنه. ده الاتفاق بين مبادئ اسماعيل الفرق. بس بليغ عبيط ان النظام النهارده يتكلم مالهاش لازمه. بليغ غلط ومش غلط على فراتاوي السكس اللي عمله بليغ. ايوه زفت بيبص على البحث عن الشهوه في الانفراد هتكمل كل اللي بنعمله على لان نزول منصور بيسمع حاجه زي كده بيتفرج بيجري بس مش عارف ان هو بقى يشتم ويترجى ده ويترجى ده. النهارده مكتب مدير عندي كان معايا على التليفون النهارده سال ياسر ومعايا على التليفون الناحيه الثانيه. بيتعملوا حاجه كويسه ما تقلقش. راح روسيا بكره؟
ان شاء الله. خليني اقول لك في الثلاث ايام في اوقاتك حلقات حلوه عملتها.